سلام مشاهدينا الكرام في فيديو جديد على قناتي قناة شيف مجدولين. اليوم كيف ما تشوفوا معايا في الفيديو غادي نديرو اللوبيا باللحم ديال الراس اللي تجي زوينه ورائعه ولذيذه جدا. فكيف ما تشوفوا معايا في الفيديو فكتجي على هذا الشكل هذا. لاصوص ديالها تجي رائعه جدا. فمشاهدينا الكرام كنصحكم على انكم تتبعوا معايا لا فيديو حتى النهايه ديالو باش تعرفوا معايا على المكونات وطريقه التحضير. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتجاوبوني في لي كومونتير كيف جاتكم اللوبيا ديالي. فبلا ما نطول عليكم مشاهدينا الكرام وندوزو باش نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. فبالنسبة للمكونات أنا خديت كيلو ديال اللوبيا بيضة اللي رقتها ليلة كاملة في الماء باش ترطاب وما تشدش ليا الطياب ملي نكون تنطيب فيها دابا. نرطبوها ليلة كاملة. وخديت اللحم الراس ديالي من بعد ما غسلته غادا نديرو هو الاول. غادا نزيد عليه 5 ريوس ديال الثوم محكوكين، 3 المطيشات محكوكين، بصلة كبيرة مقطعة على هذا الشكل، قزبور ومعدنوس، نصف كأس ديال زيت نباتية مع مرش، معلقة صغيرة ديال الابزار، معلقة صغيرة ديال التحميرة وتكون عامرة، معلقة صغيرة ديال خرقوم بلدي، معلقة صغيرة مع عامرة ديال كمون، خرقوم ديال باكية حتى هو تنديروه باش يعطينا اللون، والملح حسب الذوق. وتنزيدو معلقة كبيرة ديال مطيشة الحك اللي تتعطينا واحد لاصوص زوينه وجميله بزاف وواحد اللون رائع. فغادي نديرو معلقه عامره ديال مطيشه الحك كيف ما تشوفوا معايا. صافي مشاهدينا الكرام، وغادي نديرو المكونات كامله فوق النار. فغنخليوهم يغليو واحد شويه بما دخلت لينا العطريه في الحيمات ديالنا. فكيف ما تشوفوا معايا فمن بعد ما غادي يغليو لينا لاصوص مع اللحم ديالي غادا نزيد عليه إترو ديال الماء وغادا نخليه يغلي تاني. كيف ما تشوفوا معايا غادي نخليو هذاك الماء يغلي. غادا نسد عليه بما طابوا لينا اللحيمات ديالنا. كيف ما تشوفوا معايا انا سديت عليه نص ساعه بما طابوا ليا هذوك اللحيمات كيف ما تشوفوا معايا. وغادا نزيد نص إترو ديال الماء زدتها. عاد غادا نزيد كيلو ديال اللوبيا ديالي. كيف ما قلت لكم انا رطبتها ليله كامله في الماء باش ما تشدش ليا الطياب. فبالنسبه للحم انا خليته نصف ساعه، سديت عليه نصف ساعه عاد حليت وزدت نصف إترو ديال الماء وزدت عليه اللوبيا ديالي. وغادا نعاود نسد عليه ساعه اخرى. هنا مشاهدينا الكرام من بعد ما سديت على اللوبيا والحيمات ديالي مدة ساعة كاملة، يعني قسمت بيناتهم. اللحم درتو نصف ساعة واللوبيا نصف ساعة تانية فتطيب وتجي على هذا الشكل هذا.
فبالنسبة لاصوص ديال اللوبيا تتجي رائعة جدا كيف ما تتشوفوا معايا، واللوبيا ديالي جات بنينة بزاف. فكنصحكم على انكم تجربوا طريقة تحضير اللوبيا باللحم الراس اللي تتجي زوينة بزاف، مذاق هائل ولون رائع جدا. فمشاهدينا الكرام، كنتمنى على ان الوصفة ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. موعدنا يتجدد في وصفة جديدة وشهيوة جديدة على قناتي، قناة شاف مجدولين. كنتمنى الاشتراك في القناة ديالي ودعموني بلي لايكات ولي كومونتير، وما تنساوش الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء.